مرجع الشيعة الأعلى في العراق، والذي ساهمت فتاواه بدعم الاحتلال الأمريكي ورسم خارطة العراق الجديد، حيث قدم للأمريكان خدمات جليلة بتحريمه الجهاد ضدهم. ولا تنسى ذلك أن الأمر الآخر الذي دار في ذهننا أن المرجع الشيعي السيستاني طلب من الشيعة التعاون حدثا مهما، حيث جمع الميليشيات المسلحة تحت مسمى الحشد الشعبي، وهي الفتوى التي عدها البعض فتوى البدء بالحرب الأهلية في العراق. يعد الشيخ علي السيستاني المرجع الأول للشيعة السعودية. من هو مرجع الشيعة في السعودية الآن؟ أو من هم مراجع الشيعة؟ في مجموعة مراجع الآن في الساحة الشيعية. طبعا زعيم الحوزة العلمية الآن هو المرجع الموجود في النجف الأشرف، السيد السيستاني. لقد أثارت خطابات الشيخ علي السيستاني جدلا واسعا في